هذه إذاعة إرنا. الكريمات والأكارم متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 4 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأكارم، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، وتقضون بصحبة الزميل أحمد شريف ساعة من الطرائف والقفشات الأدبية ضمن إعادة لبرنامج نافذة ثقافية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مجلس حقوق الإنسان يقول بأنه لا تحسن في ملف حقوق الإنسان في إريتريا. استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا لا يتعدى 9 من كل 1000 حالة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أكدت مفوضة حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشلر بأنه ورغم تحسن علاقات إريتريا مع كل من إثيوبيا وجيبوتي، إلا أنه ليس هناك أي تحسن في مجال حقوق الإنسان في البلاد. جاء ذلك في التقرير المقدم حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 43 في جنيف. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لا زالت تفرض قيودا على الحريات الدينية بعد قيامها بمصادرة عيادات الكنيسة الكاثوليكية واعتقال بعض رجال الدين. وأكد التقرير بأن التوقع السائد كان هو حدوث تحسن في مجال حقوق الإنسان بعد تحسن العلاقات الإريترية الإثيوبية وتوقيع اتفاق السلام، ولكن للأسف أي من ذلك لم يحدث. أعلن الدبلوماسي الأممي غسان سلامة استقالته يوم الاثنين الماضي من مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا. وقال السيد سلامة في تغريدة له في تويتر: طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي في ليبيا، آملا لليبيا السلم والاستقرار. وعزى السيد سلامة استقالته لأسباب صحية. وأشار السيد سلامة إلى أنه سعى خلال 2 عام ونيف للم شمل الليبيين وكبح التدخل الخارجي وصيانة وحدة البلاد. وجاءت استقالة الدبلوماسي الأممي على خلفية تأزم الوضع في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني وجيش اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتدخل أطراف دولية متعددة في الحرب الأهلية الليبية، وذلك بدعم طرفي الصراع بالتسليح والتدريب. في ظل تنامي الرعب من فيروس كورونا والذي يصيب الجهاز التنفسي للضحايا، فإن باحثين يعتقدون بأن ما بين 45 حالة من 1000 حالة إصابة بالفيروس سوف تنتهي بالوفاة. وقالت البي بي سي بأن أفضل تخمين لمعدل الوفاة هو موت 9 ضحايا من أصل 1000 مصاب، أي نسبة 1% من الإصابات. وقالت كذلك أن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل مثل الفئة العمرية والجنس والحالة العامة للصحة والخدمات الصحية في مكان تواجد المصابين. وأضافت البي بي سي كذلك أنه لا يتم رصد معظم حالات الإصابة بغالبية الفيروسات، لأن المصابين بأعراض طفيفة لا يميلون إلى استشارة الطبيب. بهذا الخبر الطبي مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مجلس حقوق الإنسان يقول بأنه لا تحسن في ملف حقوق الإنسان في إريتريا. استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا لا يتعدى 9 من كل 1000 حالة. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم أنساتي سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. في هذه الحلقة أيها الأعزاء تتابعون قفشات أدبية من هنا وهناك، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة.
هذه إذاعة إرنا. قال الشاهد إن صحفية لبنانية نابهة جميلة العبارة والمحيا لها اهتمام أصيل بالثقافة، كانت معجبة بيراع وقريض وأداء الشاعر القانوني المفكر المهندس المترجم السياسي المثقف الناقد الإعلامي الصحفي الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان. وعندما زار المحجوب في إحدى رحلاته الشام بيروت الوسيمة آنذاك، أهدته الصحفية اللبنانية قلما ذهبيا ثمينا وفاخر الغلاف. وكان المحجوب رئيس وزراء السودان حفيا بالقلم مثل حفاوته بصاحبة الهدية بالطبع. وقد لحظ أحد الساسة البائسين فكرا وثقافة وسياسة احتفاء المحجوب بالقلم، وظن أن فيه سرا وسحرا خفيا. وفي لحظة من لحظات الانشغال الديواني بالبرلمان اختلس ذلك النائب القلم، فعرف الرجل الكبير فعلة قرينه، ولكن نفسه الأبية أبت عليه سؤاله أو مكاشفته أو فضحه أمام الآخرين، ولكن جعل المناسبة على لؤمها مدخلا لأبيات تسامرت به مجالس الأدب في الخرطوم آنذاك، وكانت ببالغ حكمتها وعمقها تصلح بأن تكون مدخلا لعنوان تتكاثف فيه القصائد الجياد الأخريات: الشعر عطاء الثورة. يقول المحجوب معاتبا السارق السياسي: ماذا صنعت به وكان إذا جرى نفث البيان الحر غير مقيد؟ ماذا صنعت به وكان إذا جرى نفث البيان الحر غير مقيد؟ قلم تحرر من قيود زمانه ومضى طليقا لا يدين لسيدي، كالحية الرقطاء ينفث سمه إما غضبت على أثيم معتدي، وإذا رضيت فما أرق سطوره نثرا وأبهاها عقود زمرد. كم غادة خلدت بسحر بيانه فغدت تتيه بحسنها في المشهد، صاحبته زمنا فأحسن صحبتي ووددت لو يبقى يقاسمني غدي. يا سارقا قلمي جهلت مكانه لا يعمل الصمصام إلا في يدي. شكرا للصحفي الشاعر الأستاذ حسين خوجلي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية. من هنا وهناك نقدم لكم هذه المقتطفات. قال الفضل ابن يزيد: نزلنا على بني ثعلب في بعض السنين، وكنت مشغولا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعها، فبينما أنا أدور في بعض أحيائهم إذا أنا بامرأة واقفة في فناء خبائها وهي آخذة بيد غلام قلما رأيت مثله في حسنه وجماله، له ذؤابتان كالسبح المنظوم، وهي تعاتبه بلسان رطب وكلام عذب، تحن إليه الأسماع وترتاح له القلوب، وأكثر ما أسمع منها قولها: أي بني، وهو يبتسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل، كأنه جارية بكر لا يرد جوابا، فاستحسنت ما رأيت واستحليت ما سمعت، فدنوت منه وسلمت، فرد علي السلام، فوقفت أنظر إليها، فقالت: يا حضري، ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري، إن شئت سقت إليك من خبره ما هو أحسن من منظره. فقلت: قد شئت يرحمك الله. فقالت: حملته والرزق عسر والعيش نقد حملا خفيفا، ثم مضت له 9 أشهر وشاء الله عز وجل أن أضعه، فوضعته خلقا سويا
فوربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه، حتى أفضل الله عز وجل وأعطى وأتى من الرزق بما كفى وأغنى. ثم أرضعته حولين كاملين، فلما استتم الرضاعة نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه، فربي كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء وحر الهجير، حتى إذا مضت له 5 سنون أسلمته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل فتفرس وتمرس ولبس السلاح، ومشى بين بيوتات الحي الخيلاء، فأخذ في قرى الضيف وإطعام الطعام، وأنا عليه وجلا، أشفق عليه من العيون أن تصيبه. نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب، فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم، وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج، حتى إذا أمعن القوم ولم يبقى في الحي غيره ونحن آمنون وادعون، ما هو إلا أن أدبر الليل وأسفر الصبح، حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدو، فما هو إلا هنيهة حتى أحرز الأموال دون أهلها، وهو يسألني عن الصوت وأنا أستر عنه الخبر إشفاقا عليه وظنا به، حتى إذا علت الأصوات وبرزت الحسنوات من خدورهن رمى دثاره وثار كما يثور الأسد، وأمر بإسراج فرسه، ولبس لأمة حربه، وأخذ رمحه بيده ولحق حماة القوم، فطعن أدناهم ورمى به ولحق أبعدهم منه فقتله، فانصرفت وجوه الفرسان، فرأوه صبيا صغيرا لا مدد وراءه، فحملوا عليه فأقبل يؤم البيوت، ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة، حتى إذا مدهم ورآه وامتدوا في إثره عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق، ومرق كما يمرق السهم، وناداهم خلوا عن المال، فوالله لا رجعت إلا به أو لأهلكن دونه. فانصرفت إليه الأقران وتمايلت نحوه الفرسان وتميزت له الفتيات وكذلك الفتيان، وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة وعطفوا عليه بالأعنة، فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر الفحل من وراء الإبل، وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمها ولا كتيبة إلا مزقها، حتى لم يبقى من القوم إلا من نجا به فرسه. ثم ساق المال وأقبل به، فكبر القوم عند رؤيته وفرح الناس بسلامته، فوالله ما رأينا قط يوما كان أسمح صباحا وأحسن رواحا من ذلك اليوم. ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان الحي هذه الأبيات: تأملن فعلي هل رأيتن مثله، تأملن فعلي هل رأيتن مثله، إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب، وضاقت عليه الأرض حتى كأنه من الخوف مسلوب العزيمة والقلب. ألم أعطي كلا حقه ونصيبه من السمهري اللدن والمرهف الغضب، أنا ابن أبي هند بن قيس بن مالك سليل المعالي والمكارب والسيب، أبي أن أعطي الظلامة مرهف وطرف قوي الظهر والجوف والجنب صحيح، لو ضربت بحده الجبال الراسيات لانحططن إلى الترب. في ذلك تذكرت سادتي قول فراج الطيب في هذا المعنى عندما يقول: والشعر عندي حسام لو ضربت به أعناق هذه الجبال الشامخات فرا. والشعر عندي حسام لو ضربت به أعناق هذه الجبال الشامخات فرا. نعود إلى قول الفتى في قوله:
وعرض نقي أتقي أن أعيبه، وبيت شريف في ذرى ثعلب الغلب، فإن لم أقاتل دونكن وأحتمي لكن وأحميكن بالطعن والضرب، فلا صدق اللاتي مشين إلى أبي يهنينه بالفارس البطل الندب. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في النافذة الثقافية. فراسة شيخ وخفة دم. حكى أن وفدا من كبار رجال الدين المصريين كانوا في زيارة للمغرب للوعظ والتدريس، فلما أنهوا مهمتهم أقام لهم الملك الحسن الثاني رحمه الله مأدبة عشاء تكريما لهم، حضرها الملك بنفسه، وتولى فيها إهداء كل عضو من أعضاء الوفد المصري ساعة يد ثمينة، عدا رئيس الوفد، فقد لاحظ فيه الملك مهابة ووقارا، أي لاحظ الملك في رئيس الوفد مهابة ووقارا، فأهداه بدلا من الساعة مصحفا شريفا فخما. فلما انتهت مراسم تسليم الهدايا، وقف الشيخ رئيس الوفد المصري خطيبا يشكر الملك على حسن ضيافته للوفد وجزيل كرمه، ثم طفق يقول ذلك الشيخ: ولقد فتحت كتاب الله الذي أهدانيه جلالة الملك، فوجدت مكتوبا فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها. هناك انفجر الملك الحسن الثاني ضاحكا حتى كاد أن يستلقي على ظهره، فخلع ساعته الملكية من معصمه فأهداها للشيخ الحصيف خفيف الظل. سيداتي سادتي، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة من النافذة الثقافية. نشر الصحفي الكاتب مؤلف العراقي خالد القشطيني بجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان الحرفيون الشعراء، يقول: رغم احتقار بعض العرب الحرف والحرفيين، فإن كثيرا من الأسر الكريمة لم تبالي بتسمية وتلقيب أنفسها بالألقاب الحرفية. من هذه الأسر المعروفة جيدا آل الحداد والنجار والصفار والصائغ، الملاح والجراح والقهوجي والشربجي والقباني ونحو ذلك. الحرفة الوحيدة التي لم أسمع بأحد يتسمى بها هي حرفة الخباز، وهذا أمر عجيب كما يقول الكاتب الصحفي العراقي خالد القشطيني الكاتب المشهور. فالمفروض فيها أن تكون أشرف الحرف، فهي تتعاطى بنعمة الله وبسيد الطعام وقوت الأنام وأول الإدام، ومع ذلك لم أسمع بمن لقب نفسه بالخباز. اللهم إلى الأديب والشاعر نصر بن أحمد الخبزرازي من أهل البصرة، وكانت هذه المدينة قد ازدهرت في القرن الرابع الهجري بالشعراء، وهذا ما يفسر أنه أي حتى الخباز أصبح شاعرا فيها. أتوقف هنا سادتي من مقالة الأستاذ خالد القشطيني لأذكر ذات يوم حضرت أمسية شعرية بمدرمان أيام الطلب، حيث كانت مشاركة شاعر سوداني فحل لا أتذكر اسمه، يتذكر ويتحدث في تلك الأمسية عن السياسة الخارجية الأمريكية وكيلها بمكيالين، سيما في العالم الثالث. وأحسب أن وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت كان جيمس بيكر الذي شغل مناصب عديدة، ولكن في ذلك الوقت كان وزيرا لخارجية حكومة جورج بوش الأب، حيث كان والد جيمس بيكر، وهذا مما اتضح في الأمسية الشعرية، كان يعمل خبازا، أي والد جيمس بيكر كان خبازا. ومما قاله الشاعر السوداني الفحل، وكما قلت لا يحضرني اسمه مع الأسف، قال مخاطبا جيمس بيكر: أبيكر، ما السياسة مثل خبز يشكلها أبوك من العجين. بيت الشعر جميل واستهلال لطيفة. أبيكر، ما السياسة مثل خبز يشكلها أبوك من العجين. وراح يفند ويتحدث عن السياسة الخارجية
في شعر رصين إلى آخر تلك القصيدة العصماء الجميلة التي لا أذكر منها إلا ذلك البيت الذي علق بالذهن منذ ذلك اليوم حتى الآن. بالعودة آنساتي سادتي إلى مقالة الأستاذ خالد القشطيني في مقالته، حيث قال: وكان النصر ابن أحمد هذا خبازا بالفعل، كثيرا ما قصده الشعراء والأدباء ليتسامروا في مخبزه. وهل من سمير خير من رائحة الخبز في التنور؟ زاره عدد منهم في صبيحة عيد الفطر في دكانه لتهنئته والسلام عليه، وكان قائما بالخبز عندئذ، فأوقد النار بكمية كبيرة من سعف النخيل، ويظهر أن بعضها كان رطبا، فأحدث دخانا كثيرا، فنهض الجميع من شدة ما أحدثه الدخان، لا سيما أن كان بينهم أبو الحسين ابن لنكك من شعراء البصرة أيضا، وكان أنيقا في ثيابه البيضاء التي كان يعتز بها. فقال له نصر الخبزراوي: متى أراك يا أبا الحسين؟ فأجابه قائلا: متى ما تتسخ ثيابي. قال له: متى أراك يا أبا الحسين؟ فأجابه قائلا: متى ما تتسخ ثيابي. واصل الجميع جولتهم بزيارة شاعر آخر هو أبو أحمد المثنى، وما أن استقر بهم المجلس حتى استدعى ابن لنكك دواتا وقرطاسا، وكتب إلى نصر يقول: لنصر في فؤادي فرط حب أنيف به على كل الصحاب، أتيناه فبخرنا بخورا من العسف المدخن بالثياب، فقمت مبادرا وظننت نصرا أراد بذاك طردي أو ذهابي، فقال: متى أراك أبا الحسين؟ فقلت له: إذا اتسخت ثيابي. ثم بث أبو الحسين ابن لنكك الأبيات بيد رسول إلى صاحبه الشاعر الخباز، أو بالأحرى الخباز الشاعر، فاستوقف الرسول وأملى الجواب أمامه وسلمه إياه لعناية صديقه ابن لنكك، أي رد عليه بهذه الأبيات، وكان بهذه الأبيات من الوزن والقافية بنفسيهما، أي نفس البحر ونفس القافية. يقول صديقه الخباز: منحت أبو الحسين صميم ودي، فداعبني بألفاظ عذابي، أتى وثيابه كالشيب لونا، فعدن له كريعان الثياب، أتى وثيابه كالشيب لونا، فعدن له كريعان الشباب، وبغضي للمشيب أعد عندي سوادا لونه لون الخضاب، ظننت جلوسه عندي لعرس، فجدت له بتمسيك الثياب، فقلت: متى أراك أبا حسين؟ فجاوبني: إذا اتسخت ثيابي، فإن يكن التغزز فيه فقرا، فلم يكن الوصي أبا ترابي. وكانت أبياتا طريفة وبليغة في اعتذارها وفي تفسيرها بين جمع من الخبازين والحرفيين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أتوقف هنا أعزائي المستمعين مع حلقة كانت من هنا وهناك، يعني مقتطفات من قفشات أدبية في روائع الأدب فيما ينشره العرب. تحياتي معكم إعدادا وتقديما أحمد شريف، وتحايا الزملاء في الإخراج والإشراف والهندسة الإذاعية الأستاذ فتحي عثمان والأستاذ بنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرينا. الكريمات والأكارم متابعي إذاعة إرينا، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مجلس حقوق الإنسان يقول بأنه لا تحسن في ملف حقوق الإنسان في إريتريا. أكدت مفوضة حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشلر بأنه رغم تحسن علاقات إريتريا
مع كل من إثيوبيا وجيبوتي إلى أنه ليس هناك أي تحسن في مجال حقوق الإنسان في البلاد. وجاء ذلك في التقرير المقدم حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 43 في جنيف. استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. أعلن الدبلوماسي الأممي غسان سلامة استقالته يوم الاثنين الماضي من مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا. وقال السيد سلامة في تغريدة له في تويتر: طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي في ليبيا آملا لليبيا السلم والاستقرار. وعزى السيد سلامة استقالته لأسباب صحية. وأشار السيد سلامة كذلك إلى أنه سعى خلال عامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح التدخل الخارجي وصيانة وحدة البلاد. معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا لا يتعدى 9 من كل 1000 حالة. في ظل تنامي الرعب من فيروس كورونا والذي يصيب الجهاز التنفسي للضحايا، فإن باحثين يعتقدون بأن ما بين 45 حالة من كل 1000 حالة إصابة بالفيروس سوف تنتهي بالوفاة. وقالت الBBC بأن أفضل تخمين لمعدل الوفيات هو موت 9 ضحايا من أصل 1000 مصاب، أي نسبة 1% فقط من مجمل الإصابات. ولكن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل مثل الفئة العمرية والجنس والحالة العامة للصحة والنظام الصحي في البلد الذي فيه حالات الإصابة. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل ضمن برامج إذاعة فيرانا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.